حاجه ورا الموضوع وفي حد ورا الموضوع. ابني في ده كله فين؟ في يوم وليله اتحاكم، في يوم وليله اتحاكم. كمان النقد بقى مين اللي قال ان ابني هو اللي عمل ده حاجات كتير تدل على انه ما هوش ورا ده كله. ممكن يكون حد عمل فيه حاجه، ممكن يكون ده، احنا ما نعرفش ده كله. حاجات كتير ظهرت، الحاجات دي هتروح فين؟ الحاجات اللي سمعنا عنها كل الناس يعني الناس كلها، يعني احنا عاوزين ننقل ابنك كان ضحيه ازاي؟ يعني هل ابنك اتعرض لاستغلال؟ ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل؟ الناس عاوزه تعرف منك. يعني احنا شفنا المشهد الاولاني وشفناه انضرب. في واحد ينضرب الضرب ده كله، والناس كانت عايزه كده حاجات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا سمعنا مامة محمد عادل بعد صدور الحكم عليه بالتنفيذ الإعدام. طبعا كلنا شفناها وهي منهارة. أنا هتكلم عنها الأول. إن هي أم ولازم طبعا تخرج عن شعورها وتخرج عن صمتها وتعمل اللي هي بتعمله ده. طبعا هو ابنها وكل حاجة، بس مش من حقها إنها تقول إن ابنها بريء. طبعا انتي بتقولي كده علشان انتي ام، طبعا وقلبك طبعا موجوع عليه دلوقتي، طبعا علشان الحكم قرب يتنفذ. طب نيرة اشرف اللي ذبحها قدام العالم كله والناس شافتها صوت وصورة، ويعني حاجة كده قدامنا، وشايفين محمد عادل وهو اللي بيعمل كده. يعني كان لابس طاقية الإخفاء مثلا، انتي بتقولي مش هو اللي كان بيعمل كده وان هو بريء، او عايزة تقولي ان هو بقى مسحور زي ما عمرو الكاشف كان بيقول. لا طبعا، اشمعنى انت طالعة دلوقتي في الوقت ده تتكلمي تقولي الكلام ده؟ يعني انتي ومنى ابو شنب وعمرو الكاشف والناس اللي كانت بقى بتتكلم في حق محمد عادل ان هو كان مسحور وان هو كان حد محرضه. ازاي يعني المحكمة كل ده ما عملتش بحث على محمد عادل وبحث في الكاميرات، وتقولي مين اللي صور ومين اللي عمل؟ طبعا الكاميرات هي اللي بتصور يا حاجة، يعني الكاميرات في كل الشوارع فهي المصورة. يعني هم كانوا مستنيين هيصوروا فيلم مثلا وهي بتتذبح؟ يعني انت بتتكلمي ازاي ودلوقتي طالعه يعني خارجه عن صمتك؟ اما انت عارفه الحقائق كلها، بتقولي ابني بريء وابني كانت نيرة اشرف بتتف عليه، ونيرة اشرف كانت بتهين، ونيرة اشرف كانت بتعمل. طب انت بتقولي نيرة اشرف اهلها مش ربوها وقالوا لها تبعد عن محمد عادل؟ بالعكس، هي كانت بعيده عن محمد عادل، ابنك اللي كان بيجري وراها وابنك اللي كان بيسافر وراها في كل حته، وهي في مصر كانت عند قريبتها حد لها في مصر كانت بتدرس عنده. فابنك اللي كان بيروح لها في كل مكان، يعني هي ما كانتش حباه او مش عايزه ترتبط بيه، هو اللي كان حاشر نفسه في حياتها. ما سألتيش نفسك هي كانت بتعامله ليه كده؟ انتي ما سألتيش نفسك هي كانت بتعامله ليه كده؟ هي لو كانت بتحبه ذره واحده كانت كلمته كويس، ما كانتش بقى زي ما انت بتقولي جابت له بلطجيه، زي ما انت بتقولي ان هي على طول كرفاه. يعني هي من ناحيتها هي مش حباه، ابنك اللي كان رمى نفسه عليها. طبعا احنا مش بنقطمك دلوقتي، انت فيكي اللي مكفيكي وربنا يعني يكون في عونك برضو عشان انتي ام، بس مش من حقك انك تقولي ان هو بريء وازاي النقد يتقبل وازاي والكلام ده كله ملوش لازمه دلوقتي. ادعي بقى ربنا ان ربنا يرحم ابنك زي ما رحم نيرة اشرف. يعني ابنك عايز يعيش وانت عايزه ابنك يعيش عشان تشوفيه قدام عينك، وطالبه من رئيس السيسي يعفو عنه او يتصدق ان هو ما ياخدش اعدام وياخد سنة او سنين عادية علشان تشوفيه بعينك. طيب مامة نيرة اشرف برضو مش من حقها انها كانت بنتها تعيش وانها كانت تشوفها برضو؟ ولا هو ليكي حلو والناس التانية وحشة؟ ولو ما كانش اتحكم على ابنك الحكم ده، اي بنت دلوقتي او اي ولد بيحب بنته ورفضته او كرفته، يعني خلاص من الصبح هيذبحها وهيقول بقى عادي هاخد بقى كام سنة كده وهطلع، يبقى كده خلاص. يعني ده ربنا قال القصاص، يعني ربنا قال ولكم في القصاص حياتي يا أولي الألباب. انت دلوقتي مش راضيه بحكم ربنا، بس انت كل اللي يهمك ان ابنك تشوفيه قدام عينك وقلبك محروق عليه. والبنت اللي اتذبحت قدام العالم ده كله، قلب الناس مش اتحرق عليها؟ قلب امها وابوها مش اتحرق عليها؟ دلوقتي بس حاسه بحرقه قلبك على ابنك. انت بتقولي ان اهلها مش ربوها، طب انت ليه ما ربيتيش ابنك؟ ليه مش بعدتي ابنك عنها من الاول؟ ليه من الاساس ما قلتوش لابنك ابعد عن طريقها وخلاص وشوف حياتك وليك اخوات بنات؟ لكن انت يعني انت لو كنت عارفه تربي كنت ربيتيه من اول انت كمان.
عاوزه اقولك كمان ان ده عدل ربنا. اي نعم احنا كلنا حاسين بيكي كأم، وان انتي قلبك وجعك على ابنك، بس مش من مبرر ان انتي يعني عاوزاه يعيش وخلاص كده. يعني ده حكم ربنا، وسلمي امرك لله واعتبريه كده عند الله شهيد. رغم ان هو يعني مفروض هو قاتل اصلا، بس هنعمل ايه؟ ده امر ربنا، وربنا بقى يعني يكون في عونك ويكون في عون مامة نيرة أشرف ووالد نيرة أشرف، وربنا يا رب كده يرحمها ويغفر لها. ومش حكاية بقى في أدلة وفي شهود وفي أبو تيشيرت أصفر وأبو تيشيرت أحمر، الكلام ده كله أصلا من الوهم ومن الخيال. حتى لو كان في كده، المحكمة برضو شافت محمد عادل وهو اللي اعترف بنفسه، وهو اللي قتل، وهو اللي ذبح، وهو اللي ظهر قدام العالم كله. فمن يعني احنا لينا اللي قدامنا، وربنا أمر بكده. عاوزه اقولك كمان، لما طلعتي مع منى ابو شنب ليه؟ لما انت عارفه ادله ليه ما طلعتيش وقلتيها؟ دلوقتي بس جايه تقولي ان نيره كانت وحشه ونيره كان فيها اللي فيها. يعني البنت ميته اصلا وانت طالعه تعيبي فيها، فحرام دي يعني واحده دلوقتي توفت. اصلا لو كمان دي بنتك مش هتتكلمي كده وهتطلبي القصاص من اللي عمل فيها كده. فخليكي كده مع ربنا وحق ربنا، واطلبي لابنك كده، يعني ربنا بقى يغفر له ويرحمه. وبلاش يعني نشجع الشباب ان هم يحبوا بنات ويمشوا ورا بنات، وبعد كده لما طلعهاش يتبعها قدام العالم كله، ونيجي نقول هو يتيم وهو حرام والناس كلها بتشكر فيه، يبقى يطلع براءة. يعني ما تتكلميش كده علشان الناس ما تضحكش عليكي. اي نعم في ناس كتيرة متعاطفة معاكي من اللي هم متعاطفين مع منى ابو شنب ومحمد عادل، فما ينفعش ان انت تطلعي تقولي يطلع براءة، وازاي المحكمة تحكم بكده. يعني قدر الله ما شاء فعل. تعالوا بقى كده يا جماعة نسمع مامة محمد عادل وهي بتطالب الرئيس السيسي بالعفو عن ابنها، او انه كم ياخد كام سنة كده بدل الاعدام. تعالوا نسمع كده ونشوف رأيكم ايه. ورا كل ده، ورا كل ده الناس كلها تبعت ده وعرفت ده، زي ما احنا الناس كلها تبعت ده وعرفت ده. اما يبقى كل الحاجات ديت الناس تعرفها، وبعد ده كله النقد يترفض بقى ازاي النقد يترفض لعيل يتيم امه ملهاش الا هو واخواته، هم ما شابتين احسن تربيه وربت ابنها احسن تربيه. ده لو عيل كان وحش ولا عيل شمحتي ما كانش وقع في اللي هو فيه. مين اللي نشر ده؟ المحامي بتاعهم اللي ساب القضيه، المحامي الاولاني، وقال انا سبت القضيه عشان لقيت في حاجات ضدهم. كل ده مين هيحقق في ساعه؟ والنقد اترفض، الموضوع وقف لغايه كده. الحاجات اللي ظهرت بعد كده ايه اللي حصل؟ اما قالوا اللي المجني عليها اتشالت، وقالوا حاجات كتير، وقالوا فيه واحد طرف تاني، وقالوا ده وده. الحاجات ده هقول كل حاجه، لكن يحصل كده؟ ده الناس اتفاعلت معاه عشان يتحاكم في يوم، يقوموا يظلموا تاني والنقد يترفض. ازاي والحقائق ديت هتظهر ازاي؟ الحقائق ديت اللي ظهرت ديت هتتعرف ازاي؟ هم وراهم ناس هم شكلهم وراهم ناس، لان المحامي بتاعهم كان بيتكلم بثقه قوي. ولا هو عشان ابني غلبان وما فيش وراه حد؟ هم وراهم حد؟ اصل المحامي بتاعهم كان عنده ثقه قوي. هم فين؟ انا عايز اعرف الناس اللي ورا الناس ديت مين. انا عايز اعرف الناس اللي ورا اهل نيره دول مين. انا عايز اعرف. انا ما رضيتش اقول حاجه. ده كانت بتخلي ابني يهبط دماغه في الحيطه. عيل غلبان يتيم كان بيعيط زي البنات، وما كنتش برضه اقول الكلام ده علشان اقول هي خلاص الله يرحمها، وعلشان ابني ربنا يوقف جنبه. قبلت المذكره واتقبل النقد. ليه؟ يعني قضيه راي عام. طب لو قضيه راي عام، طب ما احنا الراي العام كان معانا ومتعاطف معانا. كل ده فين؟ يعني المحامين طمنوكي، قدموا مذكرات؟ انا من ساعه ما سمعت الخبر، انا اخويا اللي مع المحامي لسه ما جاش. انا ما سمعت الخبر، انا فقدت وعي لان حاجه كنت مستبعداه. انا كنت بقول يوم ما ابني هيتظلم النقد هيتقبل وهيدوا كام سنه سجن، عشان عرفوا ان في اطراف تانية. الاطراف التانية دي لو النقد ما اتقبلش، اطراف تانية، واحد تاني مش عارفه بتيشيرت اصفر وبيقولوا عليه قريبها، وناس وحاجات كتير. اكيد مش انا اللي هقول. تمام، يعني اكيد انا مش هقول. اللي عملها نفسها طلعت قالت هم نفسهم محمد عند اهلها. تاني حاجه اللي هو بيقول وقنا الشهاده، لما الفيديو المرشحه نزل قال لا الجروح دي ما كانتش فيها. فرد الامن لما حصل لقاء صحفي معاه قال يا جماعه السكينه اصلا ما عملتش على رقبتها اي حاجه وكان خدش بسيط. اهو دول اللي كانوا واقفين قصادها.
احنا هناخد فيديو احنا شايفينه، احنا مش شايفين ايه اللي بيحصل بالظبط. هو ممكن ما يكونش ماسك سكين، انا شايفه سكينه، انا مش شايفه سكينه. التصوير من الاول، وناس مين اللي كشف الحاجات دي؟ مين اللي كشف؟ استاذ احمد القضيه في اسبوع تحدد لها جلسه وتحكم فيها بدون ما يعرفوا نفسيه الولد. ايوه، او الضرب اللي تحت عينه، سياسة. او الضرب اللي تحت عينه، او ظروفه النفسيه كانت ايه. ممكن يترفض اسبوع. يعني مثلا ما فيش حتى جابونا نسالونا، جابوا شاهد يسالوه، ما فيش خالص. كنا ممنوعين حتى الضباط في اسم اول هنا في المحله يقول لنا ما تروحوش عشان الجمهوريه وهيكسب تأييد كتير قوي من الشعب المصري ان هو يعني شوف او تحصل جلسه قضاء ثانيه. ده عيل غلبان وحدها. احنا مش عارف اصبرها، مش عارف اقول لها اي حاجه. كلنا كذلك. والله لو حد قال في حقه كلمه وحشه الجريمه مكبره من اطراف ثانيه يا فندم. ده حاجات كتير ظهرت. تصور القضيه الجريمه بشعه جدا لدرجه ان في حاجات ما تتقالش على الهواء قبل الحادثه. كل ده فين؟ انا بقى في اللي هو كل الحقائق دي ظهرت. انا في اللي اتعمل في شعب مصر استغاث منه. عيل زي ده يتيم، عيل زي ده يتيم ولسه ملوش تجارب، وعملوا فيها عمايل كتير يعني ما يوصلوش للي هو وصل له ده. وبعدين لقينا بعد كده ادله بقدره ربنا تظهر انه